مع بداية كل شتاء بينقسم الناس لفريقين، ما بين فريق بيحب الشتاء وأجواءه على صوت فيروز، وفريق تاني بيكره الشتاء وإنه يصحى من النوم في عز التلج. ومع دول ودول في فئة مهدور حقها تماما وهم مكتئبين الشتاء. شخص كده هتلاقيه مع كل بداية شتاء منطوي وحزين وكأنه مصاب باكتئاب. الشخص ده مش بيتدلع، لأن بالفعل دكاترة الطب النفسي صنفوا حالته دي وسموها اضطراب عاطفي موسمي، أو زي ما بنقول في الدارج الاكتئاب الموسمي. ودي بقى حالة من الكآبة بيصاب بيها عدد كبير من الأشخاص مع بداية كل فصل وخاصة الشتاء. يعني تقريبا الحالة بتبدأ من أواخر الخريف وتنتهي أول الصيف. كده حطينا إيدينا على المشكلة. الخطوة التانية بقى إننا نعرف سببها بالظبط، وهنا كان فيه أكتر من رأي. الرأي الأول قال لك ده بسبب إن في الشتاء مفيش أشعة شمس كتير، وده اللي هيقلل إفراز هرمون السيروتونين اللي هو هرمون السعادة في جسم الإنسان، وده بيفسر شعور الحزن اللي بيتعرض له بعض الأشخاص. الرأي الثاني قال لك لا، ده مش السيروتونين، ده بسبب الميلاتونين الهرمون المسؤول عن النوم وخمول الجسم، وده اللي بيتفرز بكمية كبيرة في الضوء الخافت أو أثناء الغيوم. وبما إن الشتاء الجو فيه دايما بيبقى مغيم، يبقى الميلاتونين اللي بيتفرز هو سبب الاضطراب. الحقيقة إن سواء الرأي الأول أو الثاني فهما الاتنين متفقين إن السبب هو الضوء أو اختفاء الضوء أو انعدام الضوء، وده اللي أثبتوه فعلا عن طريق إنهم عملوا دراسة على المنطقة القطبية الشمالية زي فنلندا مثلا، اللي لقوا ان سكان المنطقه دي مع تعرضهم لضوء ساطع اتحسن حاله جزء كبير من سكانها المنتشر بينهم الاكتئاب الموسمي اللي بيشكلوا 9.5% من اجمالي السكان. بعد البحث والدراسات وصلوا للسبب الرئيسي الا وهو ضوء الشمس. طيب هل ده معناه ان لما ابعد شويه عن الشمس واحس بالزعل فهل كده انا مصاب بالاكتئاب الموسمي؟ اكيد الاجابه لا، لان في اعراض كتير جدا لازم تبقى موجوده، زي مثلا زياده الوزن والنوم لفترات طويله وصعوبة التركيز والخمول وتجنب الاجتماعات. وبرضه في معايير من خلالها نقدر نحكم بصورة أوضح. المؤسسة الأمريكية للطب النفسي قالت إن لازم يتحقق معايير معينة، منها إن نوبات الاكتئاب لازم تيجي للشخص في وقت محدد من السنة وهو أول الشتاء، ولازم تيجي بانتظام لأكتر من سنتين، وبشرط إن ده يحصل بدون أي مؤثر خارجي. يعني مثلا ما تبقاش خسران كل فلوسك في البورصة فتكتئب فتقول ده اكتئاب موسمي. لا يا صديقي، انت كده اكتئبت عشان انت حمار وخسرت فلوسك. يعني ببساطه يا سيدي لازم يكون عدى عليك سنتين او اكتر يجيلك فيهم في كل دخلة شتاء اكتئاب، ويكون طبعا بدون سبب خارجي، وبكده تقدر تحكم ببساطه ان عندك اكتئاب موسمي. الحقيقه ان المعايير دي مش لازم ابدا نتغافل عنها، لان لو لاحظت هتلاقي في تشابه كبير جدا بين اعراض الاكتئاب الموسمي وكتير من اعراض الاكتئاب الاخرى. وعلشان ضروره التشخيص الدقيق فلازم نخلي بالنا جدا من متابعه حالتنا النفسيه وتقييمها صح. الحقيقه ان مع دخلة كل شتاء عبارات كتير بتترد، زي مثلا الشتاء جه باكتئاب، وطبعا دي بتكون في سياق الهزار، لكنها في الحقيقه بتكون بتعكس حاله نفسيه ممكن تصيب كتير من الناس، لان الاكتئاب الموسمي احصائياته مش مطمئنه ابدا، ولو ما اخدتش القدر الكافي من الاهتمام هتبقى كارثه. يعني واحده من الدراسات اثبتت ان من 6 ل 35% من المصابين بيحتاج لاستشفاء ومتابعه في كتير من فترات المرض، وده لان في خطر كبير جدا للانتحار. ايوه الانتحار، وعارف ان ممكن يكون الامر صعب تصديق، ان ازاي شويه برد وقله ضوء يوصلوا الانسان انه يتخلص من حياته، لكن الحقيقه التغيرات اللي ذكرناها في كيمياء المخ هي اللي قادره انها تفسر ده. طيب دي مشكله وسببها وخطورتها، فين بقى حلها؟ بص يا سيدي، 14% من الامريكان في الولايات المتحده مصابين بالاكتئاب الموسمي، واكدت الدراسات اللي اتعملت على المنطقه ان الوضع بيخف او بيتمحي خالص بممارسه التمارين او زياده النشاطات عموما، وخاصه طبعا اللي بتكون خارج البيت وفي ضوء الشمس، لان زي ما ذكرنا في الاول ان الضوء هو المشكله. يعني ممكن في حالات كتير جدا يكون الحل بسيط، وده طبعا بالنشاط وممارسه الرياضه او الخروج في الشمس، لكن كل الحكمه في تحديد الحاله والوعي بيها، وده كان نوع من انواع الحزن اللي ممكن كتير مننا يتعرض لها الفتره دي، فلازم تبقى واعي بيه علشان تقدر تتخطاه. ولحد هنا خلصت حلقتنا، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. شكرا لكم على المشاهده، وما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. تدعمونا باعجاب لو عجبكم الفيديو. شكرا لكم واشوفكم الحلقه الجايه.